اليوم اللي بيعدي من عمرنا مش مجرد ورقة بتتقطع في النتيجة، لأ، دي فرصة جديدة كانت ممكن ما تجيش. في ناس كتير النهاردة بيتمنوا يرجع بيهم الزمن علشان يبدأوا خطوة واحدة بس احنا كسلانين عنها. افتكروا دايما ان ربنا ما أخرش عنكم حاجة إلا لحكمة، وما قدمش ليكم حاجة إلا وهي وخير ليكم في الوقت ده بالذات. خلي عندكم يقين ان السعي عمره ما كان ضايع، وحتى لو الطريق طويل فلذة الوصول تستاهل كل التعب. ارموا حمولكم على الله وابدأوا يومكم بقلب راضي ونفس طموحة. حبايب قلبي، وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة جايالكم بقصة حلوة قوي، وبتمنى من كل قلبي انها تنال اعجابكم. هستنى رأيكم فيها تحت في الكومنتات، ويلا نبدأ. ليندا كانت قاعدة قدام المحامي وحاطة رجل على رجل ببرود. ايوه، يعني فين المشكلة برضو؟ مش انت تواصلت مع قرايب مامي الله يرحمها وقالوا انهم مستعدين يدوني ورثي؟ المشكلة فين بقى؟ ما انا قلت لحضرتك يا ليندا هانم، علشان تستلمي الورث لازم تروحي عندهم هناك. وايه انا اللي يخليني اروح القاهرة؟ هو مش انت تقدر برضو تجيب لي الورث لحد عندي من غير ما اروح هناك؟ انا شايفة ان ملوش لزوم اروح هناك. استلمه انت وانا هديلك كل اللي انت عاوزه. هو ليه حضرتك مش قادرة تستوعبي يا ليندا هانم ان انتي علشان تستلمي الورث لازم تروحي عندهم؟ والقصد هنا انك مش تروحي علشان تستلمي الورث، لا، ده مكتوب في الوصية وشرط اصلا علشان تستلمي الورث. شرط انك تعيشي وسطيهم فترة وبعدها تاخدي حقوقك كاملة. نعم؟ يعني ايه يعني لازم اروح اعيش معاهم؟ دي عيلة متخلفة. انا كنت دايما اسمع من مامي انهم صعبين وبيتحكموا في كل حاجة حواليهم. نو واي ان اروح هناك. اتصرف انت، اتصرف يا انكل حمدي. للأسف مش بإيدي ان انا اتصرف يا ليندا. وصية امك الله يرحمها كانت كده، انك لازم تعيشي معاهم فترة ما تقلش عن 6 شهور وبعدها تستلمي الورث. ضغطت ليندا على ايدها جامد من كتر العصبية. انا مش عارفة ليه مامي عملت فيا كده. كده ما قداميش حل غير اني اروح هناك. للأسف انا ما بقاش معايا ولا جنيه اصرفه. تمام يا ليندا هانم، انا هبلغهم انك رايحة لهم، عن اذنك. خرج حمدي وليندا قالت بغيظ: كنت ناقصة الوصية دي كمان. لا، انا مش هسمح لهم يتحكموا فيا. انا ليندا هانم اللي محدش يقدر ابدا يمشي كلمته عليا، مش شوية قرايب يعني اللي يتحكموا فيا. بصت في الساعة بتاعتها. اوه نو، البارتي اكيد بدأت. انا لازم استعد بسرعة واروح. ليندا غيرت هدومها ولبست فستان سهرة كاشف جدا لا يليق بفتاة مسلمة. بصت ليندا على نفسها بانتصار واتكلمت بغرور: ليهم حق الرجالة يجروا ورايا، مفكرين ان حد منهم يقدر يوقعني في حبه. بس ده بعدهم. حب يعني جواز، وجواز يعني تحكمات. انا حرة وهفضل طول عمري حرة. في مكان تاني كان قصي بطلنا واقف في الأوضة المخصصة للرياضة وبيتمرن بكل قوة واحترافية. أخد قصي باله إن باباه واقف وبيبصله بفخر، فابتسم وقال: غريبة يعني، انت قليل جدا لما بتدخل الأوضة دي. في حاجة يا بابا؟ أيوة، عاوزك يا ابني في حاجة مهمة. لما تخلص تعال على تحت، أنا هكون في انتظارك. خرج عماد بره، وقصي أخد دش وبعدها غير هدومه ونزل على تحت. قعد قصي جنب باباه. خير يا بابا، حضرتك عاوزني في ايه؟ فاكر ليندا بنت عمتك يا قصي؟ أكيد فاكرها يا بابا. احنا كنا بنلعب مع بعض واحنا صغيرين قبل ما تنتقل مع أهلها وتروح اسكندرية. بس ليه جبت سيرتها دلوقتي؟ مش فاهم. جبت سيرتها علشان هي جاية تستلم الورث بتاعها. طبعا انت عارف الوصية اللي عمتك حطتها، صح؟ انت عارف ليه عمتك حطت الوصية دي يا قصي؟ قصي بصله باستغراب وما كانش عارف يرد. انا هقولك يا ابني. فلاش باك من كذا سنة، كانت وفاء قاعدة قدام أخوها بتبصله بحزن. عماد قال لها باستغراب: مالك يا وفاء يا حبيبتي، في حاجة مضايقاكي ولا ايه؟ اوعي يكون جوزك مزعلك. لا، مش جوزي اللي مزعلني يا عماد، بنتي هي اللي مزعلاني. عملت ايه ليندا يا وفاء؟ هقول ما عملتش ايه؟ البنت مفكرة نفسها مولودة في أمريكا، بتعمل دايما اللي يجي في بالها وتلبس اللي على مزاجها.
أنا غلبت معاها. البنت متدلعة قوي. تخيل إنها بتروح نايت كلاب بتسهر مع صاحباتها وبترجع في نص الليل، كل ده وهي يدوب 17 سنة. أمال لما تكبر يا عماد هتعمل إيه؟ نعم، وده إزاي بقى يا ست وفاء؟ إزاي تسمحي بحاجة زي دي؟ اوعي عيشتك بعيد عننا تنسيكي إن إحنا أصولنا صعيدية ودمنا حامي، ومستحيل نخلي بناتنا يعيشوا بالطريقة دي. انتوا إزاي بجد سايبينها كده؟ وفين جوزك؟ ما هو المشكلة فيه يا عماد، كل لما اتخانق مع البنت أبوها يقف قصادي ويقول لي مالكيش دعوة بيها، سيبيها تعيش سنها وتعيش زي ما هي عاوزة. للأسف السبب في كل اللي وصلت له ليندا أبوها. أنا حاسة إن عمري أنا وأبوها قصير يا عماد. أنا علشان كده هعمل وصية إن بنتي ما تستلمش أي ورث مني غير بعد ما تيجي وتعيش معاكم فترة. عاوزاك في الفترة دي تحاول تربيها من أول وجديد يا عماد. اوعي تقولي كده، بعد الشر عليكي. انتي هتعيشي لحد ما تفرحي ببنتك وتشوفيها عروسة وتشوفي ولادها. أنا مش عاوزاك توعدني غير بحاجة واحدة يا عماد، إنك تنفذ وصيتي. ما تقلقيش يا وفاء، بنتك أنا هعرف أربيها من أول وجديد. باك للوقت الحالي، قصي قال. فهمت ليه عمتي حطت الشرط ده. بس عمتي الله يرحمها ماتت بقالها كذا سنة، ليه ليندا ما جاتش تستلم الورث وقتها؟ في جملة وفاء قالتها لي الله يرحمها قبل ما تموت، قالت ليندا عمرها ما هتيجي تستلم الورث ولا تنفذ الوصية دي غير لما تكون محتاجة فلوس. وفاء قالت إن ليندا مسرفة وكل فلوسها بتصرفها على السهر ولبس البراندات. أنا عاوزك أنت اللي تتولى المهمة دي يا قصي. أنا كبرت يا ابني وما بقاش عندي خلق. يعني هو أنا اللي عندي خلق يا بابا؟ عموما ماشي، ما تقلقش، هظبطها لك مع أختي. ده أنا مستحلف لبنتك اللي قد عقلة الصباع دي، صبرها عليا بس. ضحك عماد على قصي وخرج بره علشان يروح شغله. بعد مرور يومين وقفت ليندا قدام فيلا في القاهرة، برقت بصدمة وقالت مش معقول، هي عيلة مامي أغنية قوي كده؟ دي أيام بابي الله يرحمه ما كانش عندنا فيلا زي دي. بعدها ابتسمت بسخرية على أساس لو كان عندنا كانت لسه هتكون موجودة يعني. للأسف بابي مات بحسرته بعد ما أفلس وخسر كل حاجة. الله يرحمك يا بابي. قربت من بوابة الفيلا، كانت لابسة جيبة قصيرة وبلوزة كت مبينة جسمها. وقف البواب قدامها. انتي مين؟ أنا بقى ليندا، أصحاب البيت عارفين بوجودي. هما فعلا مبلغيني انك هتيجي. اتفضلي ادخلي انتي يا هانم وانا هطلع الشنط، هطلعهم على اوضتك. ليندا هزت راسها ودخلت وهي بتبص حواليها. قرب عماد منها وهو مبتسم، بس أول ما شاف لبسها تنح وبرق بصدمة. هاي خالو، مش انت تبقى خالو برضو؟ مدت ليندا ايديها ليه، سلم عليها وهو لسه تحت تأثير الصدمة. دخل وقتها قصي من باب الفيلا، وأول لما شافها وشاف اللبس اللي هي لابساه بص عليها بقرف وقرب من والده. قال بصوت واطي هي مين دي يا بابا؟ هي مفكرة نفسها داخلة كباريه دي ولا ايه؟ من امتى واحنا بندخل الاشكال دي عندنا؟ عيب كده يا قصي يا حبيبي، عيب. دي تبقى ليندا بنت عمتك. ايوه برضو ما قلتش هي تبقى ايه؟ بنت عمة مين؟ عمتي انا؟ مدت ليندا ايديها ليه. هاي قصي، انا لسه فاكراك على فكرة، وفاكرة لما كنا بنلعب مع بعض واحنا صغيرين. هاي ايه وزفت ايه على دماغك؟ انت مفكرة ان احنا مركبين قرون علشان تجيلنا بالمنظر ده؟ ايه القرف اللي انت لابساه ده؟ هو في ايه يا همجي؟ انت بتزعق كده ليه؟ وبعدين انت مالك ومال لبسي؟ مالي ونص يا اختي. ادخلي غيري القرف ده وحسك عينك الاقيكي لابسه حاجه شبهه تاني، فاهمه ولا لا؟ بصيت له بتحدي وهي بتقول هو انت مفكر نفسك مين علشان تقولي البس ايه وما البسش ايه؟ انا حرة البس اللي انا عاوزاه، انت فاهم ولا لا؟ مسكها قصي من دراعها جامد. كلمه حرة دي ما اسمعهاش تاني، انتي مش في اوروبا عشان تقوليها. اقسم بالله لو ما سمعتي الكلام لاكون كاسر دماغك. اهدى يا قصي، ما يصحش كده. اهدى يا بابا، لو سمحت يا بابا سيبني، انا عارف بعمل ايه كويس اوي. روحي غيري القرف ده يا اما هوريكي وشي التاني. خافت ليندا منه لكن حاولت تبين العكس.
لو انت مفكر انك كده بتخوفني يا همجي انت تبقى غلطان، وابعد ايدك عني علشان صدقني هندمك. مسح قصي على وشه بغضب، بيحاول يهدي شوية من عصبيته. بس أنا عمري ما بندم يا ليندا هانم. قال قصي كده وشالها على كتفه. صرخت ليندا بصدمة: انت بتعمل ايه؟ انت واخدني على فين يا همجي يا متخلف انت؟ نزلني نزلني يا حيوان، نزلني. خالو خليه ينزلني يا خالو. انت واخدها ورايح على فين يا قصي يا ابني؟ ما ردش قصي عليه لأنه كان في قمة غضبه. طلع على الأوضة اللي هتقعد فيها، رماها على السرير. ليندا حطت ايدها على ظهرها بوجع. انت متخلف، ايه اللي انت حببته ده؟ ليندا في الوقت ده بلعت ريقها بخوف واتوترت قوي لما قرب منها، وملامحه ما كانتش تبشر بالخير. انحنى لمستواها وقال: حظك ان انا مش بمد ايدي على بنات يا ليندا، بس في 1000 طريقة اربيكي بيها غير ان امد ايدي عليكي. انا قصي الديب، فاهمة يعني ايه قصي الديب؟ يعني اقدر امشي كلمتي على رجالة بشنبات، ما بالك انتي بقى. قرب قصي من الباب واتكلم ببرود: انتي مش هتخرجي من الأوضة دي غير لما تلبسي اللي على مزاجي. خرج قصي وقفل الباب بالمفتاح، وهي اتصدمت. جريت على الباب وبدأت تخبط عليه: افتح الباب ده، انت اللي اسمك قصي، افتح الباب بدل ما كسره. ابتسم بسخرية ولف علشان يمشي، بس خبط في أخته: منور يا ابو الفخامة كلها، بقول لك ايه يا قصي، هي البت الجامدة دي تبقى بنت عمتنا الله يرحمها. الله يخرب بيت جمالها، ده ايه الجمال ده يا جدع؟ هي عمتك كانت بتتوحم على ايه وهي حامل فيها؟ ها بقول لك ايه يا جود، انا على اخري ومش طايق نفسي، اتمسي بدل ما امسيكي انا. لو عليا يا عم شكرا هتمسى. بقول لك ايه يا قصي، هو انا ممكن البس زيها كده في يوم من الايام؟ قصي بصلها بعصبيه ومسكها من قفاها ورجها زي ازازه البيبسي. نعم يا اختي، عيدي كده اللي انتي بتقوليه ده، انتي عاوزه تصيعي وتبقي زيها يا بتتي؟ بهزر وربنا بهزر، ايه ما بتهزرش خالص. لا طبعا بهزر، ازاي؟ حتى شوفي كده. رفع ايده ونزل بيها على قفاها جامد. تحب اتقل في الهزار كمان ولا كفايه كده؟ لا 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 كده حلو قوي، انا اتكيفت خلاص. مقبوله منك يا باشا. هاتيلي اوسع درس عندك عشان البومه اللي جوه دي، علشان تتنايل تلبسه. ما هو انا يا هي النهارده. بذمتك الفرسه اللي جوه دي يتقال عليها بومه؟ لا لا لا، ملكش حق يا قصي. اتعصب وكان لسه هيقلع الجزمه علشان يحدفها عليها، لكن جريت على اوضتها بسرعه. عموما حسابك تقل قوي يا جود، وجه وقت تصفيته، ها صبرك بس عليا. بعد شويه جود جابت له الدرس وقربت من الباب. انت رايحه فين؟ اتنيلي اقعدي، انزلي اقعدي مع بابا على مدادة تحضر العشاء. جود غمزت له: يا نمس بقى بتطرقني علشان تستفرد بالبيت؟ لا 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 يا قصي، انا ما كنتش متخيله ان اخلاقك انحدرت قوي كده. بصلها بصدمه وبعدين جز على اسنانه بغيظ. كان لسه هيقرب منها، بس هي قالت يا فكيك ونزلت على تحت بسرعه. قصي قال لها بغيظ: والله يا جود لا ربيكي من اول وجديد والمك، اتكي بس على الصبر. فتح قصي الباب، وليندا كانت واقفه ورا الباب. كانت ماسكه في ايدها فازه وكانت هتنزل بيها على دماغه، بس هو مسك ايدها بسرعه وقربها منه. هو انتي مفكره اني من العيال التوتو عشان تعملي فيا كده ولا ايه؟ طبعا انتي مفكره ان لو الفازه دي نزلت على راسي هيغمى عليا وشغل الافلام الهابط، صح؟ بلعت ريقها بتوتر. هما ليه ها؟ هو مش المفروض ده اللي يحصل برضو؟ اخد الفازه من ايديها وهو بيبص لها بسخريه ونزل بيها على دماغه جامد. صرخت بخضه وهي شايفه الفازه اتكسرت على دماغه، وهو حتى ما رمشي. جود بصت له بصدمه: ايه ده؟ انت مجنون؟ والله مجنون. وبعدين هو مش المفروض تترمي على الارض ويغمى عليك؟ قلتلك يا اختي ده بيحصل مع العيال التوتو مش انا. وقفت ليندا على اطراف صوابعها وشدته من دماغه. بصت عليها واتصدمت لما لقيتها سليمه. لا 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 مش معقول، هو انت متاكد انك بني ادم زيك زينا؟ انت مخاوي صح؟ قصي مسك دراعها جامد وقربها منه قوي. لا مش مخاوي يا بطه، انا ضابط جيش، ومش اي ضابط، انا في رتبه من الرتب العاليه، يعني باختصار الحاجه دي عمرها ما تاثر فيا.
برقت بصدمة، وهو بعدها عنه ورمى الفستان في وشها واتكلم بحدة. 3 دقايق ولاقيكي لابسة الفستان ده وقاعدة معانا، يعني تنزلي تحت علشان العشاء. تحبي تنفذي اللي قلت عليه بمزاجك ولا خليكي تنفذيه بطريقة عمرها ما هترضيكي؟ ليندا بخوف لأول مرة في حياتها حد قدر يمشي كلمته عليها. لا لا لا، أقل من 3 دقايق وهتلاقيني عاملة اللي انت طلبته. انت بس ما تعصبش نفسك وما تبصليش كده. وقتها طبطب على كتفها باستفزاز وهو بيقول: شاطرة يا بيبي، جود جيرل. نزل قصي على تحت وهي قالت: بارد، مستفز. انا ازاي سمحت له يعمل كل ده؟ ازاي اصلا هسمع كلامه؟ ده عمر ما حد قدر يعملها. بس هو مش اي حد برضه. بعد شوية صغيرين نزلت ليندا وهي لابسة فستان جود وما كانتش طايقة نفسها. جود قالت: اللهم صلي على النبي، ده ايه الحلاوة دي؟ طب تصدقي بالله الدرس عليكي احلى من ما هو عليا. ابتسمت ليندا وقصي اتكلم بحدة: من امتى واحنا بنتكلم على الاكل؟ سكتت جود بسرعة وليندا قالت ببرود: بس انا مش عاوزة اكل. ليه يا بنتي بس، الاكل مش عاجبك ولا ايه؟ ماليش نفسي يا خالو. فكرت ليندا ان قصي هيجبرها انها تاكل معاهم، بس اتصدمت لما قال ببرود: بلاش تضغط عليها يا بابا، سيبها على راحتها، لو كانت جعانة كانت كلت. ايه؟ بما انك مش هتاكلي معانا اتفضلي اطلعي اوضتك. بصت له ليندا بغيظ وطلعت على فوق. دخلت الأوضة وكانت حاطة ايدها على بطنها. يا بطني، ده انا ما اكلتش لقمة من الصبح، كان لازم اعمل فيها يعني تنكة وارفض اكل. منك لله اللي اسمك قصي، اشوف فيك يوم يا رب. قعدت على السرير بغيظ وكان نفسها تنزل تاكل معاهم، بس شكلها هيبقى وحش قوي بعد اللي عملته. تحت عند قصي عماد قال: ليه يا ابني عملت كده؟ انا كنت هحاول اخليها تاكل، وهي نغة صغيرة يا بابا، لو كانت جعانة كانت كلت. وبعدين بالله عليك يا بابا ما تتدخل في اللي بعمله، مش انت عاوز امنية عمته وتتنفذ؟ سيبني براحتي بقى اربيها بمعرفتي. الا بقولك يا قصي، انت النهارده ما رحتش الشغل خالص، خير هو في حاجة ولا ايه؟ ابتسم بخبث: ايه ده، هو انا ما قلتلكيش؟ لا. مش انا خدت اجازة من الشغل؟ برقت بصدمة: اخدت اجازة عشان في حد كده عاوز اربيه هو كمان من اول وجديد. اصل تقريبا لما لقاني مسحول في الشغل قرر يعيش بكيفه. بلعت جود ريقها بتوتر. طب سلام سلام. جريت على اوضتها وعماد فضل يضحك عليها. تصدق يا قصي ان عمر اختك ما خافت مني؟ انت بتعمل ايه تخليهم يخافوا منك؟ انا يا حاج، هو انا بعمل حاجة؟ لا خالص، انا اللي بعمل. تصبح على خير، انا طالع انام. عماد طلع فوق وقصي رجع راسه لورا وهو بيخطط للي هيعمله مع ليندا واخته جود. تاني يوم الساعة 6 الصبح كانت جود نايمة، بس صرخت بخضة لما لقت نفسها بتتجاب من قفاها. ايه في ايه؟ مالك يا وحش؟ في حاجة ولا ايه؟ اغسلي وشك واسبقيني على اوضة الرياضة. ايه؟ اوضة الرياضة؟ وانت عاوزني اروح هناك ليه؟ اوعى يكون اللي في بالي. هو اللي في بالك؟ مش انتي مدوخة دكاترة الجامعة معاكي ومش عاوزة تعملي العملي، وبسبب كده بتاخدي اقل تقييمات يا بتاع التربية الرياضية؟ اهو انا بقى بعون الله هخليكي تقفلي في التقييمات. هار اسوح، هو انت تعرف هما الدكاترة دول ما بيستروش على حد ابدا؟ لا يا اختي ما بيستروش، قدامي على الأوضة على ما اجيب البلوة التانية. وادالها على قفاها. طب ليه كده بس؟ ليه يا ابو الصحاب؟ على فكرة بقى ايدك تقيلة قوي. ايه يا جوجو، هي وجعتك ولا ايه؟ ده انا كنت بسخن بس. نظرته اتقلبت للحدة وقال لها: هعد من 1 ل1.5، لو ما لقيتكيش في الحمام بتغسلي وشك انا والله ما انت مكمل يا كبير. جريت جود بسرعة على الحمام وهو ابتسم بخبث وراح على أوضة ليندا. خبط قصي على الباب ولما ما لقاش رد قال لنفسه: فرصة وجت لحد عندي، اقول لأ. دخل جوه وحط جنب ودنها موبايله وشغله بصوت عالي على واحد بيزعق وبيقول: يا أهل الدار، دقت ساعة العمل، دقت ساعة الاجتهاد. فتحت ليندا عيونها بفزع: ايه في ايه؟ والله ما عملت حاجة. كتم قصي ضحكته واتكلم ببرود: ما انا عارف انك ما عملتيش حاجة، تعالي يلا ورايا. اجي معاك فين؟ وبعدين انت ايه اللي عملته ده؟ وازاي اصلا تدخل اوضتي؟ انا ما بحبش الكلام الكتير،
هتيجي معايا ولا مش هتيجي؟ مش هاجي. يبقى استعنا على الشقة بالله، انت اللي اخترتي. قصي قال كده وشالها على كتفه، خرج بيها لبره. فضلت تخبط في ظهره وتفرفت جامد، وهي بتقوله بغيظ: سيبني يا بني آدم، سيبني، نزلني. ما ردش عليها ودخل بيها لأوضة الرياضة ونزلها. جود بصت لها وهي بتقول: يا بسكوت على الهم يا لوزة، انت اللي جيتي لهنا برجليكي، محدش أجبرك، استحملي بقى يا وزة، أو مش برضاكي أوي بصراحة. بصلها قصي بحدة فسكتت بخوف. ليندا قالت بغيظ: أنا مش فاهمة حاجة، هو ممكن أعرف أنا بعمل إيه هنا؟ جود قربت منها وقالت: أنا هقولك. قبل ما تكمل كلامها قاطعها قصي: كفاية كلام، استعدوا يلا علشان هنبدأ. نستعد لإيه بالظبط؟ أنا مش فاهمة حاجة. يا عيني، دي البت طلعت أبيض يا ورد، ما تعرفش إنها هتتفرم يا قلب أمها. بصلها قصي بحدة فسكتت بخوف. قصي اتكلم ببرود: زي ما بيقولوا الجسم السليم في العقل السليم، وبما انكم انتوا الاتنين ما شاء الله عليكم معدومين العقل، فلازم تتمرنوا عشان مخكم المصدي يشتغل. اصلهم بيقولوا ان الرياضة بتنمي العقل، واخدين بالكم انتوا؟ نعم، نتمرن ليه؟ هو حد كان قالك ان احنا في KG2 ولا في ابتدائي؟ يعني انت مصحيني 6 الصبح عشان الهبل ده؟ بقولك ايه، انا رايحه انام، ويا ريت بلاش ازعاج لان انا فيا اللي مكفيني. لفت ليندا ومشيت، بس استغربت لما لقت ان رجليها ماشيه في الهوا. لفت راسها واتصدمت لما لقت قصي رافعها من على الارض، ماسكها من لياقه البيجامه بتاعتها. انت مجنون؟ نزلني. انت عارفة اللي بيتجرأ ويخالف اوامري انا بعمل فيه ايه؟ هزت راسها بلقة وهي متوترة من نظراته الحادة. قرب من ودنها ببرود: بخلص عليه بطلقة واحدة من الفرفر بتاعي. نزلها على الأرض وطلع الفرفر من جيبه. تحبي تنفذي اللي قلتلك عليه من غير نقاش ولا؟ ما كملش كلامه لأنها قطعته بخوف. هنفذ طبعا اللي انت تقول عليه، هو في كلام بعد كلامك يا سيدي الناس؟ كتم ضحكته ورجع الفرفر في جيبه. يا خسارة، كان نفسي قوي اعمل اللي في دماغي، بس حظك جه كده بقى. يلا نفذوا اللي قلتلكم عليه. وبعد ما عدى وقت كانوا اتفرموا من كتر التمارين. جود قالت بتعب وهي بتعمل ضغط: يا أخي حرام عليك، هو أنت ما عندكش اخوات بنات؟ اخرسي خالص، مش عايز اسمع صوتك. هو انت لسه شفتي حاجة عشان تبقي تخلعي من تدريبات الكلية كويس؟ على فكرة بقى الدكاترة بتوعي مش جدعان، هما ما يعرفوش إن الفتنة أشد من القتل. طب اشتغل يا بت وانت ساكتة. طب هي كانت بتخلع من التمارين، أنا مالي أنا؟ أنا عملت إيه عشان تعمل فيا كده؟ حط إيده في جيبه واتكلم ببرود: لا، انت لسه الليلة طويلة معاكي، اصل انت عاملة زي الورق الاخضر الطري، فلازم يتشد عليكي شوية عشان تبقي عود ناشف. انا مش عايز اسمع صوت، اشتغلوا وانتوا ساكتين بدل ما اضاعف العدد. برقوا الاتنين بصدمة. أول لما قال كده سكتوا خالص وما جابوش صوت. بعد وقت كان خلص التدريبات أخيرا، والاتنين كانوا قاعدين على الأرض بتعب. قدام كل واحدة فيكوا ربع ساعة، اللي مش هلاقيها على السفرة تعتبر نفسها هتقضي اليوم من غير فطار. خرج بره بعد ما قال كلامه. لينا قالت بصدمة: لا لا لا، مستحيل، أنا ما كلتش من امبارح. جريت ليندا على أوضتها عشان تلحق. وجود كمان قامت من على الأرض بتعب: يا رجلي، يا دراعي، أشوف فيك يوم يا قصي يا ابن أم قصي، أنا اتفشفشت. بس أنت ما شاء الله مش بيحوق فيك حاجة أبدا يا بعيد. قصي ببرود من بره: لو خلصتي قر عليا انجازي، اصل فاضل 13 دقيقة. شهقت بصدمة إنه سمعها وجريت على أوضتها. عدى أسبوعين وكان قصي ممشي الاتنين على عجين ما يلخبطهوش، لدرجة إن ليندا كانت متغاظة منه قوي. في يوم كانوا قاعدين كلهم على السفرة وبيتعشوا. دخل البواب وهو بيقول: ليندا هانم، في بنتين بره بيقولوا انهم صحابك وعاوزين يدخلوا. دخلهم. خرج البواب وقصي اتكلم بحدة: المشرحة كانت ناقصة قتلة هي. بصت له بغيظه وما ردتش عليه. عماد قال: انا هطلع اريح شوية في اوضتي بعد اذنكم. طلع عماد فوق، وبعد شوية دخلت هايدي وبيري. كان لبسهم عبارة عن قطعة واحدة وخفيفة. برق قصي من جراءة لبسهم. هايدي قالت: اخسى عليكي يا ليندا، بقى انتي جاية هنا وسايبانا؟ ده احنا بقالنا كتير قوي ما سهرناش في النايت كلاب. اسكتي، ده الواد مازن عامل حتة سهرة، انما ايه،
أنا قلت له يأجلها لحد ما نيجي هنا ونرجع القاهرة ونحتفل مع بعض. أول ما بيري قالت كده خبط قصي على الترابيزة جامد، قام من مكانه وهو بيبص لهم بحدة. انتوا بقى أصحاب السوق اللي بنسمع عنهم صح؟ اطلعوا برا بيتي. الاتنين بصوله بانبهار وقربوا منه. هايدي قالت: واو، ايه ده؟ ايه كل العضلات دي؟ مين ده يا ليندا؟ اتغاظت ليندا من نظرات الإعجاب اللي بيبصوا بيها على قصي، وفي الوقت ده حست بالغيرة. حطت بيري ايدها على دراعه. اوه نو، دي عضلات حقيقية مش فيك. انتي وقعتي على الحليوة ده منين يا ليندا؟ ها، جبتيه منين؟ ليندا بغيظ وهي بتبعد ايدها عنه. بس يا حبيبتي كخ كده، ها؟ ده يبقى ابن خالي. وبعدين انتوا ايه اللي جابكوا؟ ها، ايه اللي جابكوا؟ هايدي ردت عليها: ما احنا لسه قايلين لك يا ليندا جايين هنا علشان ناخدك معانا البارتي اللي هيعملها مازن. كانت لسه ليندا هترد عليهم، بس قصي سبقها. بقول لك ايه يا بت منك ليها، من النهارده علاقتكم تتقطع بيها، فاهمين؟ قال تحضر معاكم حفلات قال. رفعت هايدي حاجبها. وده ليه بقى ان شاء الله؟ احنا مش ماشيين من هنا غير لما ناخد ليندا معانا. قلتولي. طب هنشوف ده هيكون نفس كلامكم بعد شوية ولا لأ. صفر قصي بصوت عالي: ريكس كم. دخل كلب من باب الفيلا وجري عليهم. صرخوا برعب وخوف، وقصي قال بتسلية: أنا كنت زهقان وانتوا جيتولي من السما. وراهم يا ريكس. شاور قصي ليه، ففهم كلامه وبدأ يجري وراهم. قصي حط رجل على رجله وهو قاعد، وبدأ يشرب شاي بكل استمتاع. كانوا البنتين بيجروا وبيصرخوا، وجود كانت فطسانة ضحك عليهم، وليندا مصدومة. ايه اللي انت بتعمله ده؟ خلي الكلب يبعد عنهم أرجوك. ما ردش قصي، والاتنين فضلوا يجروا لحد ما طلعوا بره. قربت ليندا منه بعصبية: ممكن أفهم ايه اللي انت عملته ده؟ والكلب ده كان فين أصلا؟ ها؟ أنا أول مرة أشوفه. الكلب ده بتاع صاحبي، بس هو سافر وانا خدته لحد ما يجي. وبعدين انتي مزعلك اوي كده، على ما اعتقد انتي كنتي متغاظة منهم من شوية ولا ايه؟ بصت له باستغراب، وهو ابتسم بخبث. بعد كده بإداري الغيرة، اصلها واضحة اوي. برقت ليندا بصدمة ووشها احمر، وهو ضحك وخرج بره. قربت جود منها وقالت بفضول: هو قالك ايه؟ ها، قالك ايه عشان وشك يحمر زي الطماطمايه كده؟ تاني يوم ليندا كانت قاعدة في أوضتها، بس اتخضت لما سمعت قصي بيصرخ باسمها. بلعت ريقها بخوف: يا لهوي، هو عارف باللي أنا عملته ولا إيه؟ أنا لازم أنفد بجلدي. فتحت ليندا الدولاب بسرعة واستخبت فيه. دخل قصي الأوضة زي الإعصار. ليندا، انتي يا اللي اسمك ليندا، انتي فين؟ سمع قصي صوت في الدولاب، ففتحه بغيظ، وبلعت هي ريقها بتوتر. بص، أنا هفهمك. أنا ما كملتش كلامها لأنها لقت نفسها بتتجر من قفاها. بالله عليك لا تهدي نفسك يا كبير، العصبية مش حلوة على صحتك. انتي كسرتي كلامي وعملتي اللي في دماغك، انا بقى هعيد تربيتك من اول وجديد. ليندا بصت له ببراءة مصطنعة. هو أنا بعمل حاجة؟ ده أنا مكسورة الجناح. مكسورة الجناح؟ لا صدقتك انا كده، صدقتك. يعني مش انت اللي خرجتي امبارح في نص الليل وتمشيتي في الشوارع كأنك مالكيش اهل عشان تمشي على حل شعرك؟ أنا أعمل كده؟ استحالة طبعا. انت محرج عليا مرة واتنين وتلاتة ان انا مخرجش بالليل لوحدي. يبقى ازاي هعمل كده يا سيد الناس؟ ها، ازاي؟ انا كان ممكن اعديها لك شوية، بس بسبب كدبك مش هعديها لك. هتعمل ايه يعني؟ ما ردش عليها وشالها من كتافها كأنها شوال رز تقريبا. ليندا قالت بخوف: قصي، ده انا بنت عمك، عيب كده. قصدي بنت عمتك، لخبطتني يخرب بيتك. احنا اهل يا راجل، عيب كده. ما ردش عليها وخرج بيها لبره في الجنينة. قصي، انت هتعمل فيا ايه؟ اوعى تكون هتخلص عليا وتوي جتتي في الجنينة هنا. افتكر ان احنا قرايب يا راجل. علقها في الشجرة وقال: ما اسمعلكيش صوت، لما اسمع صوت هزود المدة. خليكي متعلقة هنا، خليكي متعلقة تحت الشمس زي النخلة، وبيقابليني لو حد عرف ينزلك. اسوح، هو انت مفكرني قردة عشان تعلقني على الشجرة يا قصي؟ نزلني بالله عليك، غلطة ومش هتتكرر، اعتبرني عيلة وغلطت. بص عليها ببرود ودخل الفيلا وهو متجاهل ندائها عليه. بعد شوية سمع قصي صوت الكلب بينبح،
فاستغرب. خرج قصي بره واتصدم لما لقى إن الكلب بيلف حوالين الشجرة وبيهوهو، بيحاول يوصل لليندا علشان يعضها. صرخت ليندا بخوف وفضلت تعيط جامد، جسمها كان بيترعش. برق قصي بصدمة وبعد الكلب عنها، نزلها من على الشجرة وهو بيقول: اهدي يا ليندا، خلاص أنا مشيته. زقته وهي بتعيط: ابعد عني، انت السبب، انا مش مسامحاك يا قصي، مش مسامحاك. أنا آسف يا ليندا، أنا ما كنتش أعرف إن الكلب ممكن يحاول يهجم عليكي. هو انت تعمل فيا كده ليه اصلا؟ ليه تأذيني بالشكل ده؟ أنا ما كنتش بأذيكي، أنا كنت بحاول أخرجك من الغفلة اللي انت فيها دي. يعني انت عاجبك ايه في العيشة اللي انت عايشاها دي؟ بذمتك ما زهقتيش؟ ما حسيتيش بالملل من الطريقة الغلط اللي انت عايشة بيها؟ بصت له ليندا ومسحت دموعها: زهقت بس مش قادرة أبطل، لأني ببساطة اتعودت على الحياة دي. أنا حسيت بالملل وما كنتش عارفة أخد الخطوة، لأني اتبرمجت على كده. بس انت غيرت فيا حاجات كتير، منكرش، ومنكرش إني ساعات بحن للماضي، بس في الآخر بتغلب على شيطاني. أنا بطلت ألبس اللبس المستفز، وبطلت أروح أماكن سهر، وبطلت حاجات كتير قوي، بس انت اللي متحكم بزيادة. فيها ايه لما أخرج بالليل أشم هوا وأتمشى شوية؟ على ما أعتقد إن أنا ما أجرمتش. ما أجرمتيش، بس ده خطر عليكي يا ليندا، وإحنا هنا مش في أوروبا. هنا الست ممكن يعني تمشي في نصاص الليالي عادي، يعني مش بيحصل الكلام ده، مش ممكن. على فكرة مش معنى كده إنهم يعني مش معرضين للخطر. إحنا كل فترة بنسمع جرائم عندكم في أوروبا، بس هنا الوضع مختلف. لو حد شاف بنت حلوة ولوحدها في نص الليل مش هيسيبها وهيفهمها غلط، برضاها غصب عنها هيأذيها. تخيلي بقى لو انتي وماشية في طريقك قابلتي حد مش كويس وكان شارب، ولا شارب مخدرات، ولا سكران، ولا أي نيلة، مش عارفة ساعتها كان هيحصل لك ايه؟ تخيلت ليندا اللي ممكن يحصل فعلا، جسمها اتنفض من الخوف. شفتي؟ اديكي اترعبتي اهو من مجرد التخيل. امال لو كان حصل بجد كنتي هتعملي ايه؟ ها؟ ما ردتش عليه، قرب منها وهو بيبص في عينيها. ليندا، انا بقيت احس انك حتة مني، مسؤولة مني. بقيت بخاف عليكي زي جود بالظبط. ليندا، انا بصراحة حبيتك، تتجوزيني؟ برقت بصدمة وقلبها فضل يدق جامد. لو انتي مش حاسة ناحيتي بأي مشاعر أنا عمري ما هجبرك على أي حاجة. ابتسمت ليندا بكسوف: في شوية شروط لازم تنفذها علشان اتجوزك. ويا ترى ايه الشروط دي؟ ما تزعقليش تاني، أنا بخاف منك لما بتزعقلي، ولا حتى بتزعلني. حاضر، وايه تاني؟ وتحاول تقلل تحكماتك دي، لأن خلقي ضيق وبتخنق بسرعة. طب ولو اديتها كف دلوقتي هيحصل حاجة؟ اللي بعده يا آخرة صبري. الشرط التالت والأخير هو إنك تمشيني بالليل، طالما ما ينفعش أخرج لوحدي أخرج معايا. ابتسم قصي بحب وقال: حاضر. زغرتت وقتها جود، فاتفزعوا هما الاتنين: اللهم صل على النبي، جوز كناريا يا جدعان، عقبالي يا رب. بصلها قصي بغيظ، هو حدف اللي في رجله عليها، فجريت بسرعة من قدامه وهي بتضحك. ضحكت وقتها ليندا بصوت عالي، بصلها بحب وقال: بحبك يا مجنناني. وانا كمان بحبك. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. يا رب تكون عجبتكم وكملتوها للآخر. اوعوا بقى تنسوا تعملوا لايك للفيديو علشان يشوفوا غيركم كتير، وما تنسوش تسيبوا لي رأيكم في القصة تحت في الكومنتات، واستنوني في قصص جديدة أحلى وأجمل إن شاء الله.